صالح فإن الصلح خير، واصفح فإن الصفح نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يحقق آمالكم وييسر أموركم، وأن يحقق آمالنا جميعا وييسر أمورنا، ويحفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله دوام النعم وتمامها. أشكر الله الذي يسر هذا اللقاء مع إخواننا وأخواتنا في هذه البلدة الطيبة سطيف التي سجلت حضورها الفعال عبر تاريخ الجزائر المشرق في جميع المجالات، فالإشارة تكفي. والشكر موصول إلى جمعية العلماء المسلمين، الجمعية الأم، وأترحم على خدامها ومؤسسيها. أسأل الله أن يرحم الموتى وأن يحفظ الأحياء. والشكر موصول إلى هذا الفرع السامق مركز الشهاب على جهوده وخدماته وخدماته الجليلة للدين والعلم والوطن. وكذلك أتوجه بالشكر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بسطيف على ما قدمت وتقدم خدمة للدعوة الإسلامية. أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يبارك في هذا اللقاء. فالدورة إذن دورة تكوينية في مجال الصلح. تفضل إخواني الكرام ببيان أهمية الصلح في حياتنا من خلال الإشارة إلى بعض الآيات الدالة على أهمية الصلح، على ضرورة الصلح في حياة الفرد، في حياة الأسرة، في حياة المجتمع، في جميع الميادين، في المجال الأسري، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الدعوي، في المجال الفكري، في جميع مجالات الحياة. فالذي خلقنا هو الذي قال لنا والصلح خير، إذن يحمل الخير كله. أعالج هذا الموضوع من خلال فقرات حسب الوقت المتاح في الفترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. نبدأ بالمقدمة. المقدمة تشير إلى بيان أهمية الصلح. فأهمية الصلح تتجلى في أمور عديدة. من هذه الأمور أنها فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. فريضة شرعية دلت عليها النصوص في الوحيين، في الكتاب والسنة. إذا تعاملنا مع قواعد الأصول ومع قواعد الاستنباط كما شرحها وبسطها علماؤنا، على سبيل المثال لا الحصر، نعود إلى كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. هذا الكتاب القيم نحتاج إلى قراءته قراءة واعية تمكننا من حسن التعامل. كتاب آخر نحتاج إليه وهو كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني. وقبل ذلك كله نرجع إلى الكتاب المصدر، إلى الكتاب وكتاب الرسالة للإمام الشافعي
وهو أول كتاب ألف في هذا المجال كما قال ابن خلدون في مقدمته، خاصة في الصفحة 124 وما بعدها، قال افتح القوس: ولما أصبحت العلوم فنونا. قد أشار قبل ذلك إلى أن الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى علم الأصول للتعامل مع الوحيين. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يملكون ما لا يملك غيرهم، كونهم تربوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كونهم يعرفون اللغة العربية، واللغة العربية هي وعاء الوحيين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. كونهم في غنية عن هذه القواعد. ذكر ابن خلدون هذه الأمور ثم قال: ولما أصبحت العلوم فنونا، أي تخصصات، ظهر علم الأصول، وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. لعلكم تتساءلون لماذا بدأت بهذه الكتب، كتب الأصول؟ بالضرورة نحن في حاجة ماسة إلى استخدام الأدوات الأصولية، وعلم الأصول كما تعلمون مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية المختلفة من أدلتها التفصيلية. فنحتاج إلى مفهوم المخالفة، إلى مفهوم الموافقة، إلى دلالة النص، دلالة الإشارة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب. كل هذه المسائل سنذكرها يعني في الوقت المناسب. ضرورة شرعية، إذن فريضة شرعية دلت عليها النصوص، وسنذكر بعض النصوص بعد حين. وضرورة اجتماعية، خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان سادة الأفاضل أفرز جملة من الهموم والنزاعات والقضايا التي لا مثيل لها عبر قرون. من أراد فليبحث في بطون الكتب، ستجدون نزاعات عاشها الأولون وواجهها المصلحون، تصدى لها القضاة عبر قرون. ولكن صدقوني سادتي، لا وجه للمقارنة بين تلك النزاعات القديمة وهذه النزاعات التي نشهدها اليوم. نزاعات معقدة جدا، وتعقدها متصل بتعقد الحياة. فلا أحد ينكر بأن حياتنا معقدة جدا، وهذه الحياة أفرزت قضايا ونزاعات معقدة. فالصلح إذن ضرورة اجتماعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أن الصلح رسالة نبيلة. لماذا؟ والأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن رسالة الصلح دعت إليها النصوص، كما قلنا أن هذه الرسالة هي رسالة النبيين والمرسلين. حينما نقرأ تاريخ الأنبياء، تاريخ المرسلين، نلاحظ ذلك على وجه القطع واليقين. فهم مصلحون، يصلحون ما أفسده الناس، سواء في المجال الإيماني العقدي أو في أي مجال. حينما نقرأ مثلا في سورة البقرة الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت هكذا بملء الفم. وقد قرر علماء اللغة العربية أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. القرآن لم يقل الطاغية، ولو قال ذلك لصحت اللفظة، ولكن قال الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الآية 256 جاءت بعد آية الكرسي 255 الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيتين. ونقرأ في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا. فإذا لم نصلح أمر الإيمان فقد فقدنا الصلة بخالق السماوات والأرض. لا يمكن بعد ذلك أن نتحدث عن الإنجازات ونتحدث عن ألوان العمار إذا خربنا آخرتنا، فلا معنى لعمار الدنيا. لذلك سادتي هي رسالة نبيلة تصدى لها الأنبياء والمرسلون والمصلحون عبر التاريخ. إذن فهي رسالة نبيلة. ثم ندعو وبكل وضوح من البداية إلى ضرورة تأسيس مجالس صلح وجمعيات صلح متخصصة. لما؟ لأن القضايا معقدة فتحتاج إلى عمل جماعي. لا يمكن أن نتصور بأن تمام الصلح بجهود فردية. الأفراد تتكامل جهودهم، الأفراد يعملون على تمثل قوله تعالى في سورة المائدة الآية 3 وتعاونوا على البر والتقوى. ومن صور البر الراقية التعاون على تمثل قيمة الصلح. إذن لابد من تأسيس مجالس صلح ولابد من تأسيس جمعيات صلح تتخصص في هذا المجال. الاتجاه العالمي نحو الصلح، ما المراد بهذا الكلام؟ إذا تيقنا بأن الصلح قيمة شرعية تربوية اجتماعية حضارية دلت عليها النصوص، وربنا قال والصلح خير، نلمس جهودا عالمية في هذا السياق. أذكر على سبيل المثال لا الحصر، أبدأ بالمؤتمرات. نذكر مثلا مؤتمر أو ندوة طوكيو في 1983، هي من الندوات العالمية الكبرى التي أوصت وبلغة صريحة واضحة بضرورة تجذير قيمة الصلح على مستوى العالم. أتدرون لماذا؟ لأن النزاعات الدولية كثيرة لا يمكن للمحاكم الدولية أو الإقليمية أن تتصدى وبفاعلية لتلك النزاعات، والكلام يطول في هذا المجال. ونجد كذلك مؤتمر القاهرة في 2003 ومؤتمرات كثيرة. نجد أيضا مثلا مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي في 1948، وكذلك مؤتمر القانون المقارن أيضا بلاهاي في عامين 37-38، وكذلك أسبوع الفقه الإسلامي بمدينة باريس في 1950. يعني نجد نتلمس هذه المؤتمرات وهي كثيرة جدا. وهذه المؤتمرات تسعى وتعمل على صياغة رأي عام عالمي يتقبل ويتلقى قيم الصلح. وهناك أيضا اتفاقات دولية ثنائية واتفاقات دولية إقليمية واتفاقات دولية عالمية نلمس فيها قيم الصلح، والأدلة كثيرة. إذن هناك اتجاه عالمي،
والكثير من قضايا الآن العالم نسمع ونتابع عبر الإعلام دعوات صريحة واضحة إلى ضرورة الجلوس إلى مائدة الحوار، لأن الحوار إذا تحقق حصل الصلح وتحقق العمار، وإذا تخلف الحوار وقع الشجار وحل الدمار. لذلك تعاني الآن الكرة الأرضية من ألوان من الهموم والحروب، إزهاق للأرواح، عدوان على مقدرات الشعوب، الكيل بمكاييل، كل هذا حاصل رغم الشعارات المرفوعة عبر الوثائق الدولية التي لا نحصيها عددا. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48 بدءا من ديباجته، وخاصة بعض المواد كالمادة 16 والمادة 20 وغيرها من المواد. وكذلك نجد أيضا اتفاقات أخرى كما اتفاقيات دولية تاع 1966 1968 69 70 73 77 79 80 يعني اتفاقية جنيف 1924، يعني اتفاقيات كثيرة تدعو إلى حقوق الإنسان وإلى ضرورة العيش بسلام. كل هذا موجود في بطون هذه الوثائق الدولية، ولكن عبر أحد الشعراء عن هذا الشرخ القائم بين النظر والتطبيق بقوله: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. صالح فإن الصلح خير، واصفح فإن الصفح نور.